السلام عليكم. نهيلة بنزينة واحدة من أبرز الأسماء التي صنعت لنفسها مكانة خاصة في كرة القدم النسوية المغربية، بعدما تحولت من مدافعة قوية داخل أرضية الملعب إلى واحدة من الوجوه التي ارتبط اسمها بمرحلة تاريخية في مسيرة لبؤات الأطلس. تلعب نهيلة في مركز الدفاع، وكانت ضمن قائمة المنتخب المغربي التي شاركت في كأس العالم للسيدات 2023، وهي البطولة التي شهدت أول مشاركة للمغرب في تاريخ المونديال النسوي. كما كانت لعبت في صفوف الجيش الملكي، أحد أبرز الأندية كرة القدم النسوية في المغرب. وجودها في الخط الخلفي منح المنتخب المغربي خيارا دفاعيا يتميز بالقوة والتركيز والقدرة على التعامل مع المواجهات الصعبة، خصوصا عندما يكون المنتخب مطلوبا بالحفاظ على التقدم. لكن اسم نهيلة تجاوز الحدود كرة القدم عندما شاركت أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من الدور المجموعات كأس العالم 2023. في ذلك اللقاء أصبحت نهيلة أول لاعبة ترتدي الحجاب خلال مباراة في نهائيات كأس العالم، وفي لحظة تاريخية حظيت باهتمام عالمي كبير. وجاءت مشاركتها في المباراة التي حقق فيها المغرب الانتصار الأول في تاريخ كأس العالم للسيدات بنتيجة 0-1. لم يكن حضور مجرد حدثا رمزيا، بل كان جزءا من المنتخب الذي حقق إنجازا استثنائيا بالتأهل إلى الدور 16، وأول مشاركة لمونديالية للمغرب. وتتميز نهيلة ليست فقط قصتها خارج الملعب، وإنما أيضا شخصيتها داخل المستطيل الأخضر. فالمدافعة المغربية تعتمد على التركيز والانضباط والالتحامات والتمركز الجيد، وهي عناصر تجعلها قادرة على مساعدة زميلتها في خطة الخلفي، خصوصا خلال المباريات التي تتطلب صلابة دفاعية كبيرة. وقد ظهر ذلك بوضوح في مشوارها المغرب خلال مونديال 2023، عندما تمكنت لبؤات الأطلس من الفوز على كوريا الجنوبية أو كولومبيا، والحفاظ على نظافة شباكهن في مباراة ليحجز المنتخب المغربي بطاقة تاريخية للانتهاء. قصة نهيلة جعلت منها أسماء يتجاوز